بسم الله، الحمد لله، صبحكم الله بالخير والصلاة والسلام على رسول الله. صبحكم الله بالخير. شدني اليوم العنوان الحقيقة في الجريدة بخصوص حقل الدرة. ودي أنبه ونوه الإخوان على هذه القضية، خاصة أنها قضية سيادية بالنسبة لدولة الكويت، وخاصة إحنا ضباط من مهامنا حماية حدود الدولة البرية والبحرية. حقل الدرة يقع يا إخوان في المياه الاقتصادية الكويتية، واللي هي بعد المياه الإقليمية ال 12 من البحرية. والأرض اللي موجودة حقل الدرة فيه على شكل بيضاوي. من زمان إيران تحاول أن تقدم حدودها البحرية حتى تكون لها نصيب في هذا الحقل، وهناك مناوشات عديدة، منها من أظن 2005 يابوا الحفار اللي حفر بالبحر بأربع ريول، هذا كبير، وحفروا على طرف الحقل اللي يقع بالمياه الإقليمية اللي هو الدولية، مياه الدولية. فتم طردهم من قبل القوى البحرية. اليوم إيران قاعد تنبش نفس القضية وتطالب بحقها، بل قدمت مشروع لاستثمار هذه المنطقة والعمل عليها. الحمد لله رب العالمين، احنا واخواننا السعوديين متفقين على هذا الجانب، والسعودية مفوضة الكويت في عملية التفاوض بالنسبة لحقل الدرة. حقل الدرة حقل كويتي، تملك الكويت بنسبة ثلثين ويملك السعودية الثلث. لكن في حياة جابر الأحمد رحمة الله عليه كان هناك مفاوضات بيننا وبين السعودية على الثلث، هل نعطيهم ولا ما نعطيهم. فرحمة الله عليه من طيبة ومن كرم المعروف أهل الكويت وخاصة حكامنا، وكذلك تفاهمنا مع إخوان السعودية. يوم سأل قال الله يرحمه هذا الحقل كم فيه من خير، ايش كثر فيه من ميزات؟ قال والله في هالكثر مليون، هالكثر مليار كويتي صادف. فقال السعودية دفعت لحرب تحرير الكويت هالكثر مليار، هذا الحقل بالنصيفة بيننا وبين إخواننا السعوديين، وذاك الأمر من ذاك اليوم ولله الحمد الحقل بالنصيفة بيننا وبين إخواننا السعوديين. اللي أحب أنوه عليه أن الأمر جد والأمر حقيقي، أن إيران ليس لها مطالبة ولا حق في هذا الأرض الكويتية، ولنا كامل الحق الحمد لله رب العالمين في استثماره وفي تطويره. فحبيت أنوه على هالقضية حتى لا تنسى حدودنا البحرية.